احنا كسبنا صح، كسبنا كابتن حسام، بس قسما بالله انا مرعوب مرعوب من اللي جاي، لان احنا شايفين كده ده مش اداء. احنا ولا بنعرف ندافع ولا بنعرف نهاجم، ولا اسلوب اللعب مساعد اللعيبه، ولا في افكار موجوده في الملعب من الاساس. واحنا ماشيين كده وعلى الله ان شاء الله. والله العظيم ده مش منظر ملعب. يعني انا متعود على طول كده ان انا لما بكسب اي ماتش بيخلص بنزله عشان اتفرج عليه تاني. انا قرفان ان انا انزل الماتش ده عشان اتفرج عليه تاني اصلا ولا احلله. يعني انا مش فاهم انت بتعمل ايه والله. مبدئيا كده، مبدئيا يعني انا مستغرب حاجات كتير جدا في الملعب، وفي راي عندي جدلي انا مش عايز اقوله عشان ما تشتمش وعشان الناس كلها هتزيط وخلاص. اول حاجه كده، انا مستغرب يعني احنا بنلعب بتلاته في نص ملعب. بنلعب اولا ب 5 3 2، بنلعب بتلاته في نص ملعب. مروان عطيه وتريزيجيه وابراهيم عادل. مروان عطيه هو اللعيب الوحيد نص ملعب اللي فيهم اللي بيعرف يلعبها. وبنلعب باثنين تمانيات وهم ما بيلعبهاش اصلا. ماشي، هنقول يا عم الكوره هي مجرد تعليمات المدرب بيديها، والملعب ده والتشكيله ده مجرد ارقام وخلاص بتتحط. بس ما فيش افكار، انا مش شايف فكره. اديني فكره اقول لك يا باشا انت 100% وعلى راسي من فوق. احنا الماتش الجاي كوت ديفوار يا بوركينا، قسما بالله احنا بالمنظر ده يعني ربنا يستر علينا والله العظيم بجد. ولا انا مش شايف اصلا صلاح ولا مرموش بيعملوا حاجه من اول البطوله. يعني ماشي مرموش هو ماتش زيمبابوي اللي خد الكوره ودخل بصدره ومش عارف ايه. غير كده انا مش شايفهم بجد. فيعني يا ريت يا ريت نقدم كوره عشان انا تعبت وانا خايف من الفتره اللي جايه. لان احنا اللي بنقدمه ده عك عك. يا ريت نحط كل واحد في مكانه ونمشيها وخلاص، انما ما يعني ما نتفزلكش واحنا مش عارفين نتفزلك. وربنا يستر علينا.